الناس اللي بتقول على وسام ابو علي انه يروح ويجوا مكانه 10 مهاجمين، انا بقول لك مفيش مهاجم في العالم كله بمواصفات وسام ابو علي. زي ما بقول لك كده، اقسم بالله مفيش مهاجم بيعرف يشوط ضربات حره مباشره وبيعرف يلعب براسه. مفيش مهاجم بالمواصفات دي وسريع. مفيش مهاجم بالمواصفات دي وعلى الجون الفينش بتاعه بنسبه 80%. مفيش مهاجم بالفينش ده كله وبيرجع يدافع. المهاجم اللي زي وسام ابو علي ده لو كانت جنسيته مش فلسطين وجنسيته اي جنسيه تانية، اقسم بالله كان هيتباع اقل حاجه ب 50 مليون جنيه مرتاح. لكن عشان جنسيته فلسطين وبيلعب في دوري عربي، الناس مستقليه بيه. فوسام ابو علي الاهلي استحاله يبيعه برقم اقل من 10 مليون، لانه لو الاهلي باعه ب 8 مليون، النادي اللي الاهلي جاب منه وسام هياخد 2 مليون اعاده بيع. كده الاهلي هيتفضل له 6 مليون. تمام. وسام ابو علي كان جايب 2 مليون. يعني يعتبر الاهلي بعد ما وسام اخذ مرتب وكده، يعتبر الاهلي كسبان في وسام 2 مليون. انت لو رحت تجيب اي مهاجم زي وسام مش هتجيبه اقل من 15 مليون.